شكيب السبيبي، عضو بجماعة وجدة عن فريق المعارضة عن الحزب الاشتراكي الموحد. تعرف جماعة وجدة توسعا عمرانيا وسكانيا كبيرا في السنوات الأخيرة يوازيه غياب رؤية تنموية شاملة لتنمية المدينة. الآن كما قلنا سابقا أن مدينة وجدة تحتضر يوما بعد يوم نظرا كما قلنا غياب رؤية استراتيجية تنموية واضحة. جميع المرافق، أقول وأسطر عليها، جميع المرافق التي تتواجد بالمدينة فهي مهترئة، فهي غير منظمة، لا من ناحية ديال الطرقات، لا من ناحية ديال البنية التحتية، لا من ناحية ديال الحافلات، بالإضافة إلى مجموعة ديال المرافق والمصالح التي لم تحرك ولم تقدر المكتب المسير للجماعة أنه يبذل مجهود من أجل أولا تنمية المداخيل ديال الجماعة، من أجل إيجاد رؤية تنموية أو إيجاد حلول بديلة من أجل الرفع من المسيرة التنموية للمدينة. هذه المدينة مع الأسف التي تحتضر يجب على المكتب المسير الآن بعد أكثر من 3 سنوات من التسيير المحاسبة، لأن هذه مدينة الألفية، مدينة اللي تاريخية، مدينة اللي كتعتبر عاصمة ديال جهة الشرق، خاصة وأنك كتعرف مجموعة ديال المدن في جهة الشرق، لا مدينة بركان لا مدينة الناظور، تطورات ملحوظة لا في البنية التحتية لا من الناحية الاقتصادية، ولكن مدينة وجدة تعرف تدهورا كبيرا. الآن السؤال المطروح: لماذا جماعة وجدة لم تحرك ساكنا في مجموعة ديال الملفات؟ ونعطي أمثلة. ملف ديال الحافلات، كاين مجموعة ديال المخالفات اليومية التي نعاينها من أجل هذه الحافلات المهترئة، ولكن الجماعة لم تحرك ساكنا مع هذه الشركة. أيضا ملف ديال الديباناج اللي من 2006 لحدود اليوم، أقول لحدود اليوم، وهذا الديباناج اللي كيتمشاو بطريقة غير قانونية، أقول بطريقة غير قانونية من 2006 لحدود اليوم بمدينة وجدة، ولكن الجماعة هي اللي خصها تدبر هذا المرفق، فهي نائمة على هذا الملف. أيضا هناك عدة إكراهات من ناحية التدبيرية ديال الجماعة. كاين مسألة تدبير ديال ملف ديال المقابر لحدود هذه دابا أكثر من 3 سنوات، والجماعة لم تستطع أن تدخل سنتيما واحدا في هذا في مداخيل في ما يعرف بالمقابر. أيضا حامة بن قاشور لحدود الساعة الجماعة لم تستخلص المداخيل المترتبة عن حامة بن قاشور، وزد على ذلك. إذن غياب رؤية تنموية، غياب رؤية واضحة لهذا المجلس الذي يتشكل من 3 أحزاب أو 4 أحزاب هم الذين يسيرون الحكومة. تواجد أيضا مجموعة ديال البرلمانيين ديال هذه الأحزاب لحدود الساعة لم يلتئم هذا الممثلون ديال الأحزاب السياسية المكونة للمجلس من أجل تقييم الوضعية الكارثية التي يعاني منها ساكنة مدينة وجدة. ومع الأسف حتى الأفق غير واضح، خاصة وأن جهة الشرق لن تعرف تنظيم هذه الملتقيات الكبرى التي سوف تنظمها البلاد، لا كأس إفريقيا في 2025 ولا كأس العالم في 2030. إذن يجب الوقوف كاملين من أجل إيجاد حلول واقعية لهذه الإشكالات التي تعاني منها الجماعة. وشكرا.